جاتك الدعوه ديال تحقيق الارباح، مبروك عليك، ولكن عندك دير هاد الاخطاء ديالك في الحساب العوائد. بزاف ديال الاخوان تواصلوا معايا ما كملوش الحساب ديالهم العوائد، والسبب فاجاهم التسجيل كما كتشوف معايا هنايا. بركوا على اضافه المعلومات ديالهم، ولكن داروا الاسم الاول والاسم الثاني، تاريخ الازدياد، اختاروا الدوله ديالهم. فاش تيبركوا على التالي كيمشي لحساب العوائد، كيوليو يدخلوا منه جديد لحساب العوائد ديالهم. كيبغيو يعاودوا المعلومات ديالهم البنكيه ولا المعلومات الضريبيه، تلقاوه مقفول، ما كيلقاوش كيفاش يديروا يضيفوا الحساب ديالهم البنكي او المعلومات الضريبيه باش تجيهم فلوسهم. وهنا هما حققوا الارباح. الارباح غادي تجمع لهم على الفيديوهات وفي الارباح التقريبيه، وغدوز في كل نهايه الشهر نهار ولا جوج ولا ثلاثه في حساب ديالهم العوائد. لكن ما عندهاش فين غتجي، فين هو الحساب البنكي باش غتجي ويتوصلوا بها هاد الارباح. هذا هو اكبر مشكل اللي كاين دابا حاليا في هاد الدعوات اللي كيجيو ديال تحقيق الارباح. وحساب العوائد راه هو الاساس، واخا تكون عندك باج فيها حتى مليون متابع تكون فاعل فيها الربح، حساب العوائد ما عندكش، راه ما عندك والو، حيت فين غيجيو هاد الفلوس؟ اما الناس اللي ما جاتهمش الدعوه ديال تحقيق الارباح، هي راه جايه في الطريق ولكن تدريجيا. ولكن انت واش خدام بالطريقه اللي باغي فيسبوك باش تجيك الدعوه، او لا خدام كونتر هاد القضيه؟ وبزاف ديال الاخوان كيتواصلوا معايا، كندير لهم مراجعه على الصفحات ديالهم، كنلقاهم ما خدامينش نهائيا بالطريقه وبالتحديث الجديد اللي داير فيسبوك. وهنا راه من المستحيل انها تجيك الدعوه، او لا فوقاش غتجيك الله اعلم. فلهذا حاول انك تخدم بالطريقه اللي باغي فيسبوك باش اللي ما جاتهمش الدعوه تولي تجيهم الدعوه.